يقولوا انه اشتغل سياسي بدل ما يشتغل امن. الله، طب ما ده منصبه سياسي قبل ما يكون امن، واللي يحله بالسياسة قطعا مليون مرة احسن من اللي يحله بالامن وبدخول القوات. ده تبقى ده احنا نشكره على كده مش نلوم. عندك ايه يا نابا؟ اقول يقول لي اتصلت بحلوان بسرعة. الكلام ده الزاوية الحمراء دي ناحية الشرابية دي، يعني في الناحية الشمالية للقاهرة. حلوان ده اقصى الجنوب. يقول لي اتصلت بحلوان لانه الشيخ اللي هناك راح له الخبر وهم في الصلاة انه القتلى من المسلمين 400 قتلوهم لأباط. مسجد النور هنا في العباسية بيانات ومنشورات. امتى دي اتعمل؟ ومين اللي صرف عليه؟ وايه الشحن ده بسرعة في الوقت اللي العملية ماشية في الشرابية؟ حلوان بتتحرك وطلعة شيخ الجامع ب 1500، لولا ان يكلمه قال له 400 قتلى ولا 100 ولا كلام فارغ منه. في الناحية المسيحية نفس الشيء، 10 كنايس اتحرق واتقتل 300 مسيحيين. وده احنا شفنا زي ما قلت لكم 7 و9 وواحد مجهول. الدلالة ورا ده ايه اللي خلاني ادي للموضوع هذه الاهمية؟ هو ده بقى. طيب اذا وقع بكرة ما وده بيقع في كل وقت بين اي اصدقاء، يعني الجماعة بتوع البلكونتين دول عادي بيدلقوا الجردل بالبتاع ده، هو جه على الغسيل حكاية يعني دي بتجرى كل يوم، وداخل العيلة الواحدة وداخل البيت الواحد وداخل القرية الواحدة، كله بيجرى كل يوم. طب لو جرت والشحن ده ماشي. وبعدين اللي لفت نظري اكتر بقى ايه؟ انه تحفظ في الجامع اللي اسمه جامع النور في العباسية. جميع الجماعات الإسلامية الجمعيات، في فرق بين جماعات إسلامية وجمعيات. الجمعيات مسجلة في الشؤون الاجتماعية عندنا وعارفينها. الجماعات لا، دي الجديد. لا، جميع الجمعيات اللي هي مسجلة عندنا ومفروض ناس عقلاء اجماع في جامع النور. الإسلام راح، الإسلام انتهى. يا مسلمين الجهاد على بعد نص كيلو منه الكاتدرائية والأنبشنود، نص كيلو على نفس الشارع بتاع جامع النور ده. نفس الكلام، المسيحية بتنتهي والأقباط بيتربصوا بيهم المسلمين وبيقضوا عليهم. طيب، وده أمر ممكن يقع. لو وقع ده واحنا ماشيين وخد يعني إذا كان في الشرابية خد الصورة دي وترك آثار لسه لازم نحلها، يبقى لو جرى في مرحلة جاية نعمل ايه؟ توصل البلد
ادي السبب اللي خلاني ندهت له، علشان اقول لكم وحط الموضوع قدامكم ومن خلالكم لشعبنا. قمت بقى زي العادة قلت لهم طب هاتولي بقى الدوسيهات كلها واللي انكتب كله. بقالي 10 ايام قاعد اقرا واحد، لقيت ايه؟ تلمساني لما جالي كان عندي فكرة انه ادخله مجلس الشورى، باعتبار انه فيه لنا جزء بالتعيين، فبيبقى فيه اقباط معينين، وبعين ايضا التلمساني، علشان داخل المجلس الناس تبتدي تعرف بعضها. وزي ما قلنا مجلس الشورى ده مجلس العين. ما كنتش اعرف ابدا انه هناك للاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية، وزي ما هوريكم دلوقتي مفيش حاجة اسمها اخوان مسلمين وجماعات اسلامية، كل واحد. الاخوان المسلمين اتاري لها طار مع ثورة 23 يونيو. طار ليه؟ انا استغربت. طيب انا افهم انه شنودة يغلط لانه عاوز يعمل زعيم للاقباط، زعيم سياسي، وعايز يحقق اهداف خاصة عنده، وشاعر بانه الاقباط مضطهدين فعاوز يعمل حاجة. افهم ليه، انما ما بقتش فاهم بدليل انه شفت التلمسان. يعني مرة شفته في الاسماعيلية وانا بجمع في رمضان الجماعات الاسلامية، ندهت له وقلت له مش عيب يا تلمسان في مجلة الدعوة بتاعتك تكتب انه امريكا بعتت لممدوح سالم وهو رئيس وزارة تقول له اضرب الجماعات الاسلامية لحسن دول خطر عليكم؟ مش عيب تقول الكلام ده يا تلمسان؟ هو احنا بيجينا تبليغات من حد؟ وهو احنا بنقبل؟ وهو انا لما كان في 17,000 خبير سوفيتي وشميت ريحة من الاتحاد السوفيتي محاولة فرض إرادة علينا، طلعتهم في أسبوع؟ ده قلت قدامه له ما قدرش يرد.